ازيكم؟ يلا بينا اقول لكم نفرز البطاطس ازاي وتطلع جميله جدا، وتطلع زي الجاهزه واحلى، زي بتاعت ماك وكنتاكي، تطلع جميله جدا. وهنعملها بطريقه سهله، وهتوفر علينا وقت ومجهود. لو جايبه كميه كبيره هنعملها مع بعض اكياس ونطلع كل ما نحتاج قد الوجبه. بس اوعدك ان شكل الاكياس اللي انا عاملاها دي ولا مجلده ولا طعمها باين فيه اي حاجه خالص، بل بالعكس ممكن تتعمدي تعمليها اكياس بالشكل ده في الفريزر وتطلعي منها عشان هتطلع حلوة قوي. اول حاجه وانت بتجيبي البطاطس حاولي تنقي اللي هي فيها حتت حمرا، دي بتبقى حلوه قوي في التحمير. تمام. هنبتدي بقى نجيب البطاطس بتاعتي ونقشرها بالمقشره، هجيب كميه زي ما انت عايزه. طبعا انا بجيب مثلا 4 5، كل ما تلاقيها رخيصه هاتي كميه واعمليها كده وارميها في الفريزر. وهي وقت تخزينها اللي بتكون حلوه قوي ممكن تجيبي منها كميه كبيره بعد شهر 2. تمام. بعد ما بقطع البطاطس بالشكل ده بقشرها بالشكل ده، ببتدي اغسلها حلو، وهبتدي اقطعها بقى بالشكل اللي انتوا عايزينه، رفيع تخين زي ما انتوا عايزين. تمام. انا حبيت اعملها سميكه شويه عشان يبقى فيها لحم، فانتي قطعيها زي ما انتي عايزه، عايزه تعمليها سميكه عايزه تعمليها رفيعه زي ما انتي عايزه. تمام. بعد ما تقطعي معايا البطاطس كلها هتغسليها تاني عشان النشا الزياده اللي فيها تنزل. بعد ما بغسل البطاطس بتاعتي كلها، انا كنت عامله طبعا طبقين كبار، فده طبق وعندي طبق تاني، بحطها في ميه وانقعها في شويه ملح واسيبها في التلاجة شويه. يعني عايزة تدخليها التلاجة تمام، عايزة تعملي منها على طول هنشتغل. انا بحب احطها في ملح بس شوية عشان بيخليها مقرمشة اكتر. باجي بقى في زيت غزير وهبتدي انزل بالبطاطس بتاعتي بعد ما اتنقعت في الملح شوية. هبتدي اصفيها خالص من اي مية عشان ما تقعدش تطرطش وتبهدل الدنيا، والزيت يسخن. ونبتدي ننزل بالبطاطس، طبعا ما ننزلش بكمية كبيرة قوي عشان تاخد كلها لون واحد. تمام. لان احنا مش هنسيبها كتير. انا بحطها اهو وهبتدي اغطيها. افضل حاجة وانتي بتحمري اي مقليات ان احنا نغطيها علشان صحيا افضل لينا. هسيبها قد ايه؟ هسيبها بالظبط 7 دقايق. تمام. 7 دقايق على طول، وهبتدي ارفعها معايا على مناديل مطبخ او على ورق زي ما انتي عايزة. مهم 7 دقايق هتبقى بيضة زي ما هي كده انا عايزاها كده. ابتدي اصفيها كويس على مناديل مطبخ او على ورق. انا جبت صينية كبيرة وفردت عليها ورق وابتديت ان انا اصفيها عليه، وده هيبقى الاريح ليكي، ده احسن حاجه ليكي. او تحطي مناديل مطبخ زي ما انت عايزه. اهم حاجه ان انت هتصفيها من الزيت كويس جدا. طبعا النار كانت متوسطه، وما زدتش عن ال7 دقايق دولت، ورفعت البطاطس معايا على طول. تمام. انا هي على الصينيه اهي، كنت فرده ورق كتير قوي وابتديت اصفيها عليه. بعد ما خلصت الكميه كلها هاسيبها لغاية ما تبرد خالص. تمام. عشان مش عايزين نحطها في الأكياس وهي سخنة. تمام. فأنا هاسيبها لحد ما تبرد خالص، وهنعمل مع بعض تركاية هتودي لي الطعم بقى للبطاطس الجاهزة. أنا جبت الخل، ابتديت أجيب إزازة الخل وأحط فيها البخاخ ده، أو لو عندك بخاخ هتحطي فيه شوية خل وتبتدي ترشي على البطاطس كلها بالشكل اللي أنا بعمله ده. طيب هي مش باين قوي؟ لو مش باين فأنا مشبعة البطاطس كلها بالخل. الخل بيعمل ايه؟ بيديني التركايه بتاعت بره، بتاعت البطاطس الجاهزه. ما تحطيش اي اضافات تاني. انا كنت حاطه البخاخه جوه الازازه، عملت نصحه شويه وحبيت احط البخاخه جوه الازازه واعمل بيها. لو عندك بخاخه جاهزه هترش بيها البطاطس بتاعتي كلها. طبعا انا هنا هي بردت خالص وعملت حركه الخل ديت. ببتدي اجيب اكياس تلاجة وهقسم على قد الوجبه بتاعتي البطاطس بتاعتي في الاكياس. كل واحد عارف عدد افراد بيته، فانتي هتعملي وجبات بحيث تسهل عليكي، او ممكن تعملي اكياس صغيره وتطلعي كيسين زي ما انتي عايزه. اهم حاجه هتعملي الوجبات بتاعتك زي ما انتي عايزه وتطلعي منها الهوا خالص، وهنبتدي نقفلها عادي خالص. تمام. علشان تعمليها بقى وتطلع فريش معاكي هتعملي ايه؟ انا بطلع البطاطس على زيت سخن على طول من الفريزر. يعني انا الزيت سخن معايا، طلعت البطاطس هديت بسيط ونزلت بيها في الزيت، ومش هتاخد معاكي 5 دقايق كمان، وهتطلع طعمها جميل كمان احلى من اللي بنعملها في ساعتها. ما تنسيش تركة الخل هتفرق معاكي في الطعم جدا، ودي افضل طريقة للتفريز. بعد تجارب كتير انا جربت كل الطرق، بس دي احلى حاجة بتديني طعم البطاطس، مش هتزهقي منه خالص. يعني عايزة اقولك هتدمنيها بعد الطريقة دي.